انا دلوقتي جايه اتكلم في حاجه. انت دلوقتي حد فتحت محل وجاي بتكلمني ان انا اجي لك المحل واتكلم عن العروض واصور لك واعمل لك دعايه واعلانات عن المكان عندك. انت دلوقتي المكان عندك مثلا ما كانش حد عارفه، جالك مثلا 50,000 شخص وجم واشتروا، فانا كده عملت اللي عليا واشتغلت لك وصورت لك وعملت المفروض ان انا اعمله وقدمت اللي انا المفروض اقدمه، وانت الحمد لله ربنا فتحها عندك وبقيت مصدر رزق ليك، او انا كنت سبب في ان ربنا يرزقك. انا دلوقتي انت طلبت مني ان انا اعمل لك الاعلان في المكان كذا في الحته كذا واعمل لك 1 2 3 اللي يخص الاعلان بتاعك، وانا طالبت بحقي وخدت حقي. ايه الغلط في كده؟ سعر غالي او رخيص، انا واحده بشتغل بالاسعار كذا. تمام مش تمام خلاص تقدر تشتغل مع اي حد غيري. يعني في مليار حد بيعمل دعايه واعلانات على السوشيال ميديا وبره السوشيال ميديا، تقدر تتعامل مع اي حد غيري. انت والدك دلوقتي اذا كان نقاش او كهربائي او والدك شغال كذا كذا كذا، ممكن والدك يكون اسعاره متوسطه وممكن يكون والدك اسعاره غاليه لان هو بيشتغل بكواليتي غاليه او بيشتغل باسعار كذا. فانا دلوقتي عايزه اعمل شقتي، تمام اتفقت ان انا اشتغل مع الشخص ده ويخلص لي الحاجه عندي، تمام. ما اتفقتش هروح اشوف حد على قد الميزانيه اللي معايا. ده اللي انا هقدر اتعامل بيه لما عاوز اخلص شغل عندي، ده برضو اللي انا بتعامل بيه. انا قلت لك انا سعري كذا كذا وهعمل لك الاعلان بالسعر كذا، اتفقنا ما اتفقناش خلاص ممكن ما تشتغلش معايا بكل احترام وادب زي ما انا لغيت الديل بكل احترام وادب. لكن تطلع على النت اصل فلانه بتاخد كذا، طب انت بتتكلم في رزقي بالنيابه عن ايه؟ مين سمح لك انك تتكلم وتعرض انا باخد فلوس كذا اصلا ليه؟ هو انا بسالك انت بتقبض كام، ولا انت بتعمل كام اخر الشهر، ولا انت بتاخد ايه، ولا انت اترقيت في ايه؟ اكيد انا مش بسال في ده. فانت بتاع ايه اصلا انت تطلع تقول اصل فلانه بتاخد كذا كذا؟ انت بتاع ايه اصلا تطلع تتكلم في ده؟ بتاع ايه اصلا تطلع تذكر اسمي وتقول الكلام ده؟ فانا من حقي ان انا اتخذ اجراء قانوني. انت اتفقت معايا في الشغل اتفقنا، ما اتفقناش خلاص. يعني كل حاجه خلاص، كل حاجه بالاتفاق، كل حاجه في الدنيا بالاتفاق. مش عاجبك انا باخد سعر كذا كذا، خلاص مش هنشتغل وربنا معاك وشوف حد يخلص لك شغلك بعيد عني انا كسوزي. لكن لا تطلع بقى اصل سوزي الاردنيه بتاخد كذا، اصل هي بتعمل كذا. يا عم انت مالك، دي اسعاري، مناسباك مش مناسباك، كل شيء تمام. لكن ليه بقى نطلع نتكلم عشان نتصيط؟ ما هو انا سهل عليا جدا ان انا اقفل لك الصفحه بتاعتك اللي انت طالع تجيب سيرتي فيها وتتروشن. سهل عليا جدا ان انا اعمل لك محضر واقدم بلاغ واتخذ معاك اجراء قانوني ان انت بتجيب سيرتي بدون سبب وبدون ما اعمل لك حاجه وبتسوق فيا او بتشهر بيا او بتسيء ليا. ما هو انا سهل اعمل ده. سنه واحده ما بحبش اذي حد، فانت ليه اصلا تطلع تتكلم اصل سوزي الاردنيه بتاخد كذا؟ ايوه يا عم باخد كذا عشان ده حقي. مش عايز تشتغل ما تشتغلش، وانا باخد منك فلوس غصب عنك. مش عايز تشتغل معايا واعمل لك اعلان عادي جدا. انا الحمد لله بسم الله ما شاء الله الله اكبر، انا كل كام يوم بشتغل، فانا مش فارق معايا اصلا اظبط معاك ديل ولا لا. لكن اللي فارق معايا ان انت ما تطلعش تجيب سيرتي وانا اصلا ما اعرفكش. يعني الفكره اصلا لما حد بيتفق على دعايه او اعلان معايا مش انا اللي بتفق شخصيا، فانت بتطلع تشوه بصورتي بالنيابه عن ايه عشان تتشير؟ هقفل لك الصفحه واتخذ معاك اجراء قانوني وهمرمطك وهترجع في الاخر تتحايل عليا عشان اتنازل للي انا عملته لك وهيبقى ساعتها حقي. فبلاش حد يوصلني لمرحله ان انا اذيه لان انا مش شخص مؤذي. لو ما اتفقناش على حاجه بكل احترام كل واحد في حاله، ايه الهبل ده؟